جمهورية زفتة تحديدا سنة 1919 أيام الثورة. كانت الدنيا مضطربة والوضع فيه غليان. قام محامي مصري اسمه يوسف الجندي من على قهوة في زفتة، وهو والأعيان وكبار ناس زفتة قرروا إن هم يعلنوا جمهورية وينفصلوا. جميل جميل. طيب مش الجمهورية دي لازم لها ضرايب، لازم لها فلوس عشان تقوم مواردها. عمل نظام قايم على التبرعات. بالنظام اللي قايم على التبرعات دي قدر يعمل ترع وقدر يجفف مستنقعات وعمل كشك موسيقى علشان يعزف أغاني الثورة بتاعته. جميل جميل. لازم يكون له جهاز شرطي وقوات مسلحة. جمع رجالة البلد وهم ماشيين بالفؤوس والعصيان والبنادق، هجموا على مركز البوليس، علشان كده عشان يبقوا مسيطرين ويبقوا عندهم قوة عسكرية. الغريبة ان المأمور ما قاومهمش، اعلن انضمامه ليهم. جميل جميل. وطبعا كان في بيطبعوا المنشورات عشان يحرضوا الاهالي على الثورة. الانجليز عن طريق عيونهم اللي جوه زفتة عرفوا ان في جمهورية هتنفصل. بعتوا فرقة استرالية وصلت لزفتة حصرتها. الاهالي خافوا، كل الناس اللي فيها خافوا واترعبوا لا تحصل مجزرة. بعتوا المأمور يتفاوض. المأمور قال طيب عايزين نفض الموضوع ونخلص ويا دار ما دخلك شر من غير ولا نقطة دم. الانجليز قالوا له ماشي، هات لنا 20 واحد من قيادات الثورة نجلدهم وخلاص كده. راح المأمور بقى وقع في إحراج. طب أعمل إيه؟ أبلغ عن زمايلي؟ أسلم عن زمايلي؟ لأ، مش أنا. المأمور بقى جات له فكرة، كان قابض على 20 واحد من عيون الإنجليز. طبعا الفرقة الأسترالية ما عندهاش خبر على مين اللي جوه اللي بيتعامل مع المباحث بتاعة الإنجليز، ما يعرفوهمش. المهم راح المأمور مسلمهم 20 واحد، فراحوا جلدوهم. وبكده اتجلدوا الخونة وطلعوا الوطنيين وهربوا ونفدوا بجلدهم.